زي العوامل بقى يا دكتور نبيل اللي ممكن تخلي الناس تخاف بشكل يعني مش مبالغ فيه بس بشكل كبير يعني؟ اوكي، واحد، الحفاظ على حياة صحية جيدة من خلال الحركة والنشاط الجسدي المستمر. ده اللي يخلينا ما نقلقش، ده واحد. او لو عملنا كده ما نخافش. الناس اللي طالعة من الثلاثينات والاربعينات محافظين على حياة جسدية وصحية نشطة وحيوية، مش هيبقى عندهم الهاجس ده. مش المترهلين اللي قاعدين ما بيتحركوش الى اخره. اتنين، الناس اللي متحققين في عمل او في كارير هيبقى عندهم، مش هيبقى عندهم الهاجس ده. الناس الست صح. اللي قاعدة فقط قاعدة فقط للأمومة، العيال كبرت بعد سن ال40 ومش محتاجينها. فين حياتي وانا عملت ايه وممكن الزوج يكون مريض او راكن على جنب او مشغول في شغله او مسافر، فهي هتبقى صعبة جدا مع الولاد، بتلاحقهم لأنها لازم تمارس دور الأمومة، وبتلاحق زوجها عشان بتمارس برضه دور الأمومة عليه، وهكذا. فإذا الناس اللي متحققة في الكارير والناس اللي عندها صحة جسدية كويسة بالحفاظ على صحتها الجسدية، الناس اللي عندهم دوائر علاقات قوية سواء مع الأسرة أو مع الأصدقاء، الناس دول برضو هيبقوا ما حسوش بسن ال40 لأنه ما تغيرش الحالة الاجتماعية. بالعكس بقى، الناس دول بيبقى عندهم استقرار في العلاقات، عارفين مين الصديق المقرب ومين الصديق البعيد، ومش مرتبكين في العلاقات حتى داخل الأسرة. 4، الناس اللي متحققين في علاقة رومانسية يعني مع الزوج، وحياتهم الزوجية مستقرة وحياتهم الجنسية مستقرة لآخره، فدول برضو بيبقى ما عندهمش شعور بسن ال40.